اهلا بيكم في برنامجنا حياة كلب. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده عشان نربي كلابنا كويس. طيب هتكلمنا عن ايه النهارده؟ هكلمكم ازاي ان احنا ناكل الكلب بتاعنا. ايه ده؟ هو الكلب بتاعنا ليه طريقه للاكل؟ ايه يعني ما انا بحط له الطبق وياكل؟ بس اللي احنا بنقوله اصلا في كلاب بيبقى عندها اكسايتيشن عالي. طيب يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي جايب الطبق وجاي الكلب شاف الطبق فيه الاكل، ابتدى عمال ينط ويفط فوق ويلف حواليا ويهز ديله ويحاول يشده مني. النتيجه حاجتين: واحد، هدومك هتتبهدل. نمرة 2، الاكل ممكن يقع من ايدك ويزروط الدنيا. نمرة 3، ترجع وتلعن ايه اليوم اللي انت جبت فيه الكلب وكاره عيشتك عشان خاطر هو قليل ادب وخبط الاكل ونزله. طيب المفروض اعمل ايه في الكيس دي؟ اول حاجه لما انت يبقى معاك طبق الاكل والاقي الكلب فيه اكسايتيشن، بروح حاطط الطبق على حاجه عاليه واقول له مفيش اكل. طيب ليه كده؟ ما انا كده بمنعه. ايوه بتمنعه عن السلوك مش بتمنعه عن الاكل، في فرق كبير قوي. طيب الجزء التاني هتعمل ايه؟ بعد ما يهدى هبتدي امسك الطبق وهنشوف في الفيديو دلوقتي ازاي المفروض ان الكلب ياكل. يعني ايه؟ يعني هوريك الاول الكلب اللي عندي ازاي هو متمرن ان هو ياكل. فبيقعد امر ست، بحط الطبق على الارض، بيفضل باصص لي، لما انا اقول له روح يروح رايح ياكل. وبالتالي انا كل يوم بكبر المده دي، مره تبقى قصيره مره تبقى طويله. الهدف في الاخر ان الكلب يبقى قاعد مستني منك الاشاره ان انت تقول له روح كل، فيبتدي يتوجه ناحيه الطبق ويروح ياكل بهدوء. تمام؟ دي الجزئيه الاولى. طيب هنعملها ازاي بقى؟ اول حاجه هوريك دلوقتي الفيديو اهو، انت بتمسك الطبق وبتفضل ماسكه في ايدك. حلو. وكل ما الكلب يقرب تروح رافع الطبق، كل ما الكلب يقرب تروح رافع الطبق، لغايه لما يحصل ايه؟ ان هو يثبت. بعد ما يثبت هنقول مثلا 3 ثواني 4 ثواني، بتروح منزل الطبق وبعدين وبعدين تقول له روح، فيروح رايح ايه ياكل. تاني يوم هتعمل نفس القصه، تالت يوم هتعمل نفس القصه على 4 أو 5 ثواني. طب الكلب ابتدى يستجيب يا هشام وابتدى يقعد الاربع 5 ثواني، هايل. ابتدي بقى طول. يعني ايه؟ بدل 5 ثواني خليهم 7 ثواني، خليهم 8 ثواني، خليهم 9 ثواني، خليهم 10 ثواني. ليه؟ ده بيعلم الكلب اللي هو الثبات الانفعالي بتاعه، لان في الاخر الاكل ده غريزه، ولو انت قدرت توقفه قدام غريزته ان هو يستنى منك الامر، دي حاجه كويسه جدا، لان هتعرف تسيطر على غرائز ثانيه بالنسبه للكلب. اتمنى تكون الحلقه النهارده مفيده واشوفكم على خير، وتقدروا تتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب تشوفوا الحلقات اللي فاتت كلها. اشوفكم على خير.